السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ جمعه مباركه يعني ندردش في حاجه مهمه كده دلوقتي، ومقوله كده منتشره جدا: مفيش حاجه بترخص والعربيات ما بترخصش. يعني قد اتفهم المقوله دي مع بعض الناس حسني النوايا اللي عندهم شويه يأس كده من ان ايه، يعني عموما في المجتمعات كده بتاعتنا والمجتمعات الشرقيه والعربيه ومصر بالذات، ان معظم السلع اللي بتغلى يعني بيبقى هبوطها تاني صعب شويه. بس خلينا نعمل شير عشان يوصل الفيديو ده للناس، وعلشان التأثير اللي معمول على الفيسبوك، وعلشان الكلام ده مهم قوي. تمام، خلينا نعمل شير وانت بتتفرج، يعني وانت بتتفرج اعمل شير عشان ناس كتيره تشوف الفيديو ده، وعلشان يوصل للناس، لان هم مديني عقوبه عجيبه كده مش عارف ايه سببها اساسا. طيب خلينا نتكلم في الموضوع ده ونقول العربيات ما بترخصش، او انت قلت وانت ما قلتش وبتاع والعربيات ما بترخصش. لا، ما قلتش خالص. انا عمري ما قلت لك يوم كذا الساعه كذا العربيه هترخص، ولا عمري قلت لك اعمل كذا عشان العربيات مش عارف ايه، او روح اشتري او روح ما تشتريش. تمام. قرار الشراء ده انا منذ 5 6 سنين، يعني منذ ان ابتدت صفحاتي تكبر والقصه دي واتابع السوشيال ميديا، دائما وابدا اقول بتاعك. حتى زمان اختلفت مع الناس بتوع خليها تصدي دول، لان ده كان وجهه نظري. لا، انت مش من حقك انك انت تشتم واحد اشترى عربيه. تمام، مش من حقك خالص. ده قرار، وقرار يخصه حتى لو في ظل ازمه او الكلام ده. ليست الامور تدار بتلك الطريقه يعني. فقرار شراء عربيه ده قرار يخصك، لكن المفروض انك انت لما بتروح تشتري عربيه، واسمع الكلمتين دول عشان الكلمتين دول مهمين قوي. في الاسواق العاديه او الاسواق العالميه او الاسواق او زي ما دايره الاقتصاد بتقول كده، المفروض انك بتروح تشتري عربيه جلبها توكيل. التوكيل ده لديه موزع او لديه تاجر اساسي، تمام، بيمده بالعربيات دي. في مارجن حطوا التوكيل لنفسه علشان المصاريف والاوفر هيد والكلام ده، وفي جزء من المارجن بيتنازل عنه التوكيل للموزع بموجب مثلا من 2 ل 4% حسب الاتفاق القانوني، وده اللي بيتم هنا في مصر على فكره. يعني الموزع بيكسب مكسب كويس، بيتساب له 4%، او هو اللي ممولها، عشان عندنا لعبه هنا كده في الاسواق المصريه غريبه شويه. تمام. انا بقول لك اللعبه اهو، بشرح لك السوق اهو. يعني الموزع لما يتساب له 4 و5% في عربيه مثلا ب 500,000 وبمليون وب 200,000 وب 300,000 والكلام ده، لا هو كسبان مكسب كويس قوي. ال 5% مبلغ مش قليل، مكسب كويس قوي في المجموع. المفروض كمان ان هو يسعى لبيع عربيات كتيره، لان في حاجه اسمها بونص في اخر السنه. انا بشرح لك اللعبه كامله اهو عشان تبقى فاهم الاسواق بتدار ازاي. كمان التوكيل له بونص في اخر السنه عند الشركه الام، على تحقيق تارجت وعلى تحقيق المبيعات، وعلى انه خد طول الكوارترز بتاعت السنه وطول الارباع بتاعت السنه، خد كميه العربيات اللي كان المفروض ياخدها ومبيعاته بتتحسن والكلام ده، فبياخد بونص كمان من الشركه الام. والبونص ده عند الكلام عند الناس دي يا جماعه بتبقى ماركتنج بلان بقى وبادجت كبيره وبتاع، وبياخدوا كمان بونص مادي، ريفند الفلوس ومش عارف ايه وقصص كبيره قوي يعني. تمام. غير ان هو حتى لما بيرجع في مكاسب كتيره قوي التوكيلات بتاخدها، مش من هو بيع العربيات بس، قطعه الغيار اللي حضرتك بتاخدها ضمان هو بياخد لها ريفند بالدولار. تمام، قصه كبيره قوي يعني. فخلينا كده نكون مركزين، انا بشرح لك اهو اللعبه بتدار ازاي. الموزع اللي بيبيع بياخد بونص، الموزع اللي بيبيع ممكن يبيع 100 عربيه ياخد عليهم 5 عربيات فور فري مجانا في اخر السنه. يعني ده انا بديك مثل يعني. فالبونص ده حاجه كبيره قوي، بيكسبوا مكسب من المارجن بتاع العربيه، وبيكسبوا مكسب من البونص اللي على البيع في اخر السنه، وقصص كبيره جدا جدا يعني. وتعويضات من التوكيلات لما الحال يقف، وتعويضات من الشركه الام لما يروح يقول له انا سوقي فيه متوقف فيه او فيه ركود ادعمني، وقصص كبيره جدا. تمام. فالمفروض ان حضرتك بتروح تشتري العربيه، بتدخل على المكان اللي انت هتروحه، سواء التوكيل بتشتري منه مباشره او الموزع بيبيع لك العربيه وحاطط جزء من المارجن عليها، وهذا هو السعر المعلن وهذا سعر العربيه. عجبك اشتري، ما عجبكش ما تشتري. لكن ما يمارس حوالين ده وقصه اوفر برايس، القصه المبتدعه من قبل ازمات ومن قبل دولار ومن قبل واقع اقتصادي ومن قبل كورونا ومن قبل حروب ومن قبل الكلام ده، الكلام ده ما انزل الله به من سلطان، وما كانش موجود في حته في العالم غير عندنا في مصر. يعني حتى الكلام ده مستحدث على العالم. ازمات قله انتاج وحروب وبتاع، ظهر شويه اوفر برايس بره، اوفر برايس معقول يعني. ما تجيب 5000 دولار فوق العربيه، ما تجيب مش عارف ايه، والمستهلك اعترض على ده ورجعوا تاني، تراجعوا تاني، وفي كولابس وانهيار في اسواق كبيره جدا، الاسواق الاوروبيه والاسواق الامريكيه. والكلام ده ما بيحصلش في الخليج خالص، انت عايش في الخليج وعارف الكلام ده، ما بألفش. تمام. عمرك شفت حاجه اسمها اوفر برايس في الخليج؟ ده لما جم بس يفكروا شويه تجار كده في الخليج ضرب بيد من حديد، يعني الموضوع خلص، سواء من المستهلك اللي اثار ضجه جامده جدا، او هناك من الاجهزه الرقابيه. فالكلام ده انا ما بألفش، انت بالعكس بتروح في الخليج تجد العربيه عند التاجر اقل من الوكيل، وده اللي معمول بيه في العالم كله. المفروض ان التاجر يقدم ميزه سعريه من الخصم او من المارجن اللي واخده من الوكيل علشان يعرف يبيع، يعني عشان ينافس. تمام. لكن عندنا هنا لا،
هنا الوكيل بيشتغل لصالح التاجر اللي هو الموزع، يعني انا اقصد لصالح الموزع. الوكيل بينزل لستة اسعار وهميه لعربيات مش متاحه ولا موجوده للتسليم الفوري لصالح الموزع. لا، ويكتب لك ايه؟ ما بيتكسفش، يكتب لك ايه؟ غير متاحه، مش موجوده. طب انت سعرتها بناء على ايه؟ طب انت حسبت التكلفه ازاي؟ طب انت ايه اللي حصل الفتره الاخيره دي عشان تحرك سعر عربيه مش موجوده؟ يعني ما هو الدولار ارتفع واتحرر سعر العمله، والمصريين كلهم كانوا عارفين ان سعر العمله هيتحرر من سنه غالبا يعني، تمام؟ وقد يحدث تحرير تاني يعني، تمام؟ ما كل الناس عارفه ايه اللي حصل جديد. ما سعر العمله متحرر ومستقر بعد التحرير، داخلين في شهر اهو. ايه اللي حصل؟ ليه عربيه مش عندك بتسعرها؟ يعني انا ليه اروح اجيب سلعه انا مش عارف امسكها على ايدي، ولا عارف هي دخلت بكام ولا هتدخل بكام على السعر الجديد ولا القديم، ولا هتحصل ايه، ولا مصاريف الشحن ولا الدنيا ولا بتاع، واحسب التكلفه؟ ليه اسعرها؟ ليه ازودها بال100,000 ليه؟ بتاع ايه يعني؟ طب اقول لك بتاع ايه؟ بتاع ان العربيه دي موجوده في الاسواق، بتاع العربيه دي ملقحه عند موزعين وكل الالوان، واحنا في اخر شهر في السنه، تمام؟ فاهمني؟ واصلك الكلام ده؟ الكلام ده ما بقولوش. لو قعدت تفكر بعقلك كده، ما المصلحة التي ستعود على هذا الرجل ذو الاسم البارز في قطاع السيارات، اللي المفروض يطبل للناس دول ويجامل ده ويجامل ده ويقول لك الحق دي فرصة والله العظيم، انزل خد الكاس بورتاج دلوقتي هتندم، دي هتبقى ب9 مليون، دي مش عارف. الكلام ده اللي هيعود عليا بمصلحة، لكن اللي انا بقوله لك دلوقتي ده لن يعود عليا بأي مصلحة، تمام؟ الفايدة انه بيفيد الموزع ده انه يتخلص من بلوى مركونة في المواني تتعرض لكل عوامل التعرية، وعدى عليها 3 فصول حرفيا، صيف وربيع وشتاء يعني وداخله في الخريف كمان، وتعرضت لكل عوامل التعرية. عربية واقفة مكشوفة في المواني كده، انه عايز يخلص منها في اخر شهر من السنة. فيخلص منها ازاي الموزع بتاعه اللي لبسها ده واللي خدها بسعر تقيل واللي خسران واللي بيموله واللي بيفتح له اعتمادات؟ بيروح يقوم ماسك فيه، انا لبست وانا مش عارف ابيع عربياتك، الله يخرب بيوتكم والركود والبتاع والكلام ده كله. يعني انا بمثل لك يعني مشهد تمثيلي، لكن يعني سواء بيتكلموا مع بعض بأني طريقه يعني. يروح التاني يقول له ايه؟ ما تقلقش، طب انا هرزع لك لستة زيادات، والكلام ده احنا يا جماعه والله شارحينه وشارحينه من قبل التعويم ومن قبل تحرير العمله. هرزع لك لستة زيادات في لسته ثانيه في لسته ثالثه في لسته رابعه، هاخدهم هخوفهم ما تخافش، هينزلوا يشتروا منك. ده اللي بيحصل، انت فاهمني؟ بس في مشكله بقى المره دي هم واقعين فيها جامده جدا. ايه هي المشكله؟ ان اللعبه دي ما بقتش بتنفع. ليه بقى يا سيدي الفاضل؟ لان الاقتصاد هنا يتدخل، لابد ان يتدخل العلم ليقضي على الجهل. خلاص العلم سيسود سيسود في النهايه يعني، والنظريات المنطقيه والنظريات الاقتصاديه ستسود. نحن في مرحله الاستفليشن، نحن في مرحله الركود التضخمي يا سيدي الفاضل. هناك ركود تضخمي وانت عمال تشارك فيه. لست الزيادات اللي انت عمال تقول للموزع بتاعك ما تقلقش انا هزود، انا هجيب لك حقك منهم، انا هخليهم يشتروا العربيات اللي طالعان سلسفيل ابوها دي بقى لها 9 شهور في المواني، وهعمل لك لست زيادات ما تقلقش، وهزود تاني وبتاع. انت عمال تشارك في التضخم ده، وكلما ارتفع التضخم يعني ايه يا جماعه ببساطه بدون فزلكه اقتصاديه كتيره؟ ارتفاع اسعار، ارتفاع سله اسعار كبيره جدا كل السلع، مش ارتفاع سعر سلعه واحده. احسن تفتكر انها السيارات، الغذاء والشراب والملبس والمسكن والبتاع ومصاريف المدارس وكل حاجه ومستلزمات الحياه كلها، تمام؟ فبيجيبوا ده ويقيسوا عينه كده يعني من الحاجات اللي ارتفعت دي، ويبقى هو ده التضخم، تمام؟ ارتفاع عام في اسعار السلع، منها بقى الاستهلاكيه والضروريه والكلام ده كله. فيا سيدي الفاضل لازم تبقى عارف انك انت لما تشارك في التضخم بانك ترفع سعر سلعه استهلاكيه رفع وهمي، انت بتخلي كده المستهلك في اثناء التضخم لابد ان يحدث ركود بقى، ما هو معهوش. انت فاهم الكلام اللي انا بشرحه لك ده؟ والله يعني مهم قوي 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 قوي، اعمل له شيء. ما هو معهوش بقى، المستهلك اصبح دلوقتي معهوش، فانت كده ضغطت على سلعه حضرتك الاستهلاكيه التي ليست ضروريه للحياه. يعني هو مش هينزل ينام في العربيه، مش هي مش بديل عن مسكنه وعن ايجار بيته، تمام؟ اللي ارتفع، او عن قسط الشقه اللي هو واخدها وبيدفعها عشان ولاده عشان العمر، او عن قسط المدرسه اللي ارتفع، او عن كيس الرز اللي كان ب 14 وبقى ب 28، او عن هي مش مهمه خالص. فلما بيجي المستهلك ده يحسب اولوياته بيضطر يجيب ضروريات الحياه، ثم لا يتبقى ليه انه يجي يقسط من حضرتك نيسان صني ب 11,000 جنيه عشان انت خليت سعرها 410,000 جنيه. فهمت اللعبه بقى يا اللي ما عندكش اي نوع من انواع دراسات الجدوى؟
فهمت اللعبه بقى يا اللي مش دارس اسواق خالص، يا اللي بتدورها كده، تمام؟ فهمت انت واقف حالك ليه؟ مش محمود خيري ولا محمد علي ولا محمد زكي ولا احمد محمدين ولا محدش واقف حالك، انت اللي واقف حالك بايدك وبنفسك. عرفت بقى اللعبه؟ مفيش حاجه اسمها كده. محمود خيري اللي بيقول للناس مثلا لا توجد بيقول كلمه واحده بس، لا عمره قال لهم لا هتنزل ولا هتطلع ولا الكلام ده. الان يا محمود يا خيري، يلي بتجرب عربيات بقالك 3 سنين وكنت بتتهم بالتطبيل، يلي مصر كلها ركبت عربيات على ايدك، يلي كل اللي بيهبد وانت لا تهتم بهذا الكلام اللي بيقول لك ده انت بقالك 10 سنين بتقول ما تشتروش عربياتك، هبد ما انزل الله به من سلطان. وكل اللي متابعيني ركبوا عربيات على ايدي، والكلام ده هجص تماما. وكنت دايما اجرب عربيات واقول قيمه مقابل سعر واشتريها الان او ما تشتريهاش الان انت حر، لكن هتقدم لك ميزه معينه لو هتشتريتها وهتقدم لك عيوب معينه لو اشتريتها. ومصر كلها ركبت عربيات على ايدي. العربيات اللي انا بهاجمها دلوقتي زي ستوين سي 5 اير كروس وهي بمليون و70، انا اسف مع احترامي لكل الناس اللي جربوها في مصر، انا اول واحد بعت العربيه دي في مصر. انا اول واحد بعت العربيه دي في مصر، ووقفت في معركه شرسه عشان اقول انها قيمه مقابل سعر لما كانت ب 480 الف جنيه، لدرجه ان كانوا بيقولوا عليا ابن الاسراوي. انت قابض كام؟ تمام؟ يعني فاكرين الكلام ده كويس ولا لا؟ انا بعت عربيات كتير قوي، واتكلمت في اوقات جيده كان يصلح ان يشتري المستهلك فيها عن الشراء، وانا كان ليا لايف ترشيح اسبوعي. تمام يا جماعه، وانا رجل لا ابحث عن التكسب من السوشيال ميديا والجو الهجص ده وبتاع. انا راجل لو رحت على اليوتيوب بتاعي، اليوتيوب اللي هو اللي فيه فلوس زي ما بيقولوا يعني، هتلاقيني ما قدمتش ولا فيديو من 3 شهور. اقدم فيديوهات اقول للناس ايه؟ اقدم فيديوهات اعمل يعني اجرب عربيات اقول لهم ايه؟ اقول لهم العربيه دي حلوه؟ طب حلوه هيشتريها منين؟ يعني تمام؟ هو اللي ما يحسش بالناس يبقى فاهم. انا الانستجرام بنزل عليه ستوري، الانستجرام اللي هم بيقولوا بيجيب شغل، لان كل الناس بقى البيزنس كلاس وبتاع قاعدين على الانستجرام عشان يصطاد يقول لك تعالى اعمل لي اعلان والكلام ده. بنزل عليه ستوري كل اسبوع. الفيسبوك اللي هو مزعج بالنسبه لاي حد بينزل كونتنت، هو ده اللي انا قاعد عليه، لان ممكن تعمل لايف الناس تشوفه، تعرف توصل كلامك للناس تفيدهم، وهو ده اللي انا بكتب عليه مقاله. وكتابه المقالات دي او كتابه البوستات دي هاخد عليها فلوس في ايه؟ يعني تمام؟ فعايز افهمك بس، انا راجل اللي ببحث عن التكسب من هنا ولا هي كلمه حق في وقتك. ففهمتوا يا جماعه؟ يرفع التضخم ويرفع سعر سلعه استهلاكيه، يوقف الاسواق بايده. وعايز اقول لك حاجه كويسه قوي، هو ده اللي بيحصل ده مش غريب علينا. الان اسواق الجزائر، السوق المصري شبيه قوي بالسوق الجزائري. لو حد دارس اسواق وفاهم يعني، سوق السيارات في الجزائر شبيه جدا بالسوق المصري. اوفر برايس، حملات قبل كده علشان محاوله وقف الاوفر برايس، بس المواطن هناك عنده وعي شويه وتوقف قبل كده عن شراء العربيات خالص، خلاها فعلا يعني تخرب ويجي لها بارومه. تمام؟ الان وادخل اقرا الصحف والمجلات والاخبار العالميه وبتاع، سوق السيارات الجزائري مشلول تماما زي السوق المصري، مشلول تماما، لان توكيلاتهم وتجارهم شبهنا. تمام؟ ما ليه بقى؟ لان عندهم برضو ازمه اقتصاديه زي اللي عندنا، وزي اللي موجوده في كل الدول الناشئه، وزي اللي موجوده في الدول العظمى، وزي الازمه الاقتصاديه اللي نزلت الين الياباني 30%، وزي الازمه الاقتصاديه اللي خلت اليورو لاول مره يبقى اقل من الدولار زي ما شفنا ده من شهور. ابتدوا يتعافوا طبعا لان المؤشر العالمي للدولار بينزل. تمام؟ لكن عندهم ازمه، هناك ازمه طاحنه. تمام؟ فلازم تبقى عارف ان الاسواق لما بتتوقف، مش انا اللي وقفتها والله، انت اللي وقفتها حضرتك، بلستة الزيادات العشوائيه، باللي قام زود عربيه صيني هفال 110,000 جنيه. يا راجل يا طيب، انت بتعمل ايه؟ تلك سلعه احنا بقالنا 3 سنين بنحاول نقنع المستهلك المصري ان يا اخي بص لانها بتتطور. هي صينيه وعلى قدها، لكن يعني بص لانها بتتطور. لا دام بس بص لانها المستهلك المصري لسه بيعصر على نفسه ليمونه عشان يشتريها، بتزود بال 110,000. يا راجل يا طيب، ما هم مش هيشتروها سواء رسمي ولا اوفر برايس. الاشتغاله دي ما انزل الله بها من سلطان. وبعدين بيعملوا عليك ايه؟ بيفرضوا عليك تلاعب اسمه الاوفر برايس، وبعدين يخلوه الامر الواقع. فبقيت انت كمستهلك يا عيني من غلبك وانت مش فاهم، لما تيجي تكلمنا بصفه وبلغه الاوفر برايس. يعني تيجي تكلمنا تقوم قايل لنا ايه؟ بشوف العربيه بكام. ماشي يا سيدي الفاضل، عايز تعرف ان العربيه دي مش سلعه استثماريه ولا سلعه استهلاكيه ولا سلعه ادخاريه ولا الكلام ده، وغصب عنك حتى لو انت بتقول لا في مصر مش صح العربيه سلعه استثماريه، ادخل بص على الاخوه اللي عارضين كيا سبورتاج وهيونداي توسان بقالهم شهرين بمليون و100 ومفيش حد عبرهم. تبقى استثماريه ازاي دي؟ مش ده اللي كان فرحان انه اشتراها ب 700,000 باوفر برايس وما سمعش الكلام وبتاع؟ طب النهارده هو عايز يفك فلوسه اهو،
امبارح الراجل اللي كاتب لي بيقول لي يا استاذ محمود انا عايز اسافر، مش عارف اخلص من العربيه، انا لابسها وعربيه ب 180,000 جنيه. عارف لابسها ليه؟ لان توكيلها خلاها ب 310,000. طب هل انت تعتقد ان الزبون اللي كان معاه 180,000 لما انت اشتريت العربيه دي ب 180,000 والتوكيل خلاها ب 310,000، هل تعتقد ان نفس الشريحه السعريه اللي كانت بتشتري هيجوا يشتروا منك انت مستعمل؟ لما تيجي تعرضها على واحد نفس ظروفك عشان هي زادت ب 280,000 مثلا، انت محترم اهو سايب فيها 30,000، هل تعتقد انك هتلاقي قوه شرائيه تشتري العربيه دي؟ معهمش. معهمش، لانها زادت بعشوائيه، زادت دون دراسه. فهمت؟ يعني انت فاهمني؟ معهمش. مش محمود خيري اللي ماسك ايديهم ولا بتاع، انا مالي، ما تنزل تشتري. انا كل ما واحد يكلمني يقول لي احنا مش عارف ايه بتاع، اقول له انزل اشتري حالا. يا عم انا ماسكك، لو في عربيه قيمه مقابل سعر انزل اشتري. ثم انت بتقيس او انت بتتكلم، لو انت راجل عندك ضمير مثلا بتتكلم في مجال ما، انت دائما وابدا بتخلي كلامك يناسب بمنطق وبعقل المرحله اللي انت بتتكلم فيها. يعني من سنه كنا بنتكلم كلام تاني، من سنتين كنا بنتكلم كلام تالت، من 4 سنين كنا بنتكلم كلام تالت. لكن ما ينفعش تقول لي انا ضاعت عليا فرصه في 2002 ما اشتريتش السي 180 ب 168,000 جنيه. منكم لله، انت بتهيس، انت بتقول ايه؟ انت بترجعنا ل 20 سنه ورا. يا سيدي الفاضل احسب المتغيرات، انا مالي؟ وانا اللي عملت حرب في العالم، ولا انا اللي عملت كورونا، ولا احنا مالنا؟ يعني ده احنا مالنا؟ حد مسكك؟ مش فلوسك دي كانت معاك في البيت او معاك في البنك؟ احنا مالنا؟ يا عم اللي بيقول العربيات ما تستحقش ثمنها واللي بيقول العربيات تستحق ثمنها، لا ده فادك ولا ده فادك. انت ما يعني كنت نفعت نفسك، مش انت فلوسك معاك؟ حد مسكك؟ لا. هو انت بقالك سنتين ثلاثه كل ما تيجي تنزل تشتري، رغم ان احنا كنا بنرشح لك عربيات ساعات، مش عارف دخلك ما زادش عليه حاجه، ما حصلش حاجه، انت فاهمني؟ ما تغيرش حاجه، فانت مش عارف تشتري يا عيني، انت اللي ما معكش، مش حد اللي ماسكك. فدلوقتي مثلا لو انا نزلت قلت لك طب انا لو غيرت كلامي ده وبعت ضميري وجيت تسالني، انا الكلمه الوحيده اللي بقولها وثابت عليها وثابت على موقفي ولن يتغير، الان لا توجد سياره قيمه مقابل سعر في مصر او تستحق ثمنها، تمام؟ ولن اغير الكلمه دي، مش هتتغير. لكن تشتري ما تشتريش ماليش دعوه يا عم، انت حر، انا مالي. لكن انت تسالني محمود العربيه دي تستحق ثمنها؟ لا ما تستحقش وبعيده تماما عن ثمنها. انت حر بقى، انزل اشتري، ماليش دعوه، تمام؟ فيا سيدي الفاضل لابد ان تعلم ان من صنعوا التضخم ومن وصلوا بالتضخم لمرحله البابل الناس اللي دارسه اقتصاد تعرف كلامي ده، البابل اللي احنا عايشين فيها دي والفقاعه السعريه الوهميه اللي احنا عايشين فيها دي. ايوه يا جماعه فقاعه وهميه، ايوه. لما تبقى عربيه مثلا متوسطه الحجم صغيره، لما بتيجي تقعد في صف الكنبه الخلفي، وانا وريتكم ده وانا بجرب العربيه وانا امتلكها كيا اكسيد، يعني ما بتعرفش تقعد قوي لو حد حجمه تمام، مفيش مساحات للارجل الخلفيه، بتتباع في السوق ب 800,000 جنيه. تلك فقاعه سعريه، ما ينفعش تبقى ب 400 تبقى ب 800، ما انت بتهرج يعني، تمام؟ ايوه يا جماعه، ما ينفعش السيارات الكوريه تبقى ب 700 وب 600 توصل لمليون و400. انا مش جايب ده من عندي والله، ما بالفش انا. ما ينفعش الفئه سي حتى في مرسيدس اللي كانت طول عمرها افريج ما بين مليون، مليون 100، مليون 200. يا سيدي الفاضل حدثت ازمه اقتصاديه ارفعها لمليون 500 لمليون 600، مش 2 مليون و400. انت بتهرج، انتوا بتهرجوا يا جماعه، وبعدين تيجوا تقولوا احنا اللي عملنا. انت بتهيس. ما ينفعش سكودا كودياك سياره جيده ولكنها متواضعه في عالم السيفن سيتس، يعني عربيه كويسه لكنها سياره في الميد رينج متوسطه يعني. هي ليست سياره 7 سيسي، هي مش بي ام دبليو اكس 7 عشان المواطن يروح يشتريها بمليون و800 الف جنيه. اين العقل؟ كانت بتتباع ب 700 الف جنيه وهي معفاه جمركيا وما زالت معفاه جمركيا، وحضرتك زودتها مليون و100 الف جنيه. يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ هتقول لي دي الفئه ال 2000 سي سي، ما هي ال 2000 سي سي كانت ب 820، زودها مليون. انتوا عارفين ان السكودا كودياك زادت مليون جنيه؟ انت بتهرج. واحد كان بيتكلم في افريج 800,000 جنيه رايح يشتري عربيه في افريج 800,000 جنيه، تزودها عليه مليون جنيه، بتاخد منه عربيه ثانيه او حته. انت بتعمل ايه؟ انت بتهزر. فيا جماعه مش احنا اللي وقفنا حال السوق، والله اللي وقف حال السوق هم. وانا عايز اقول لك ان السوق مشلول تماما. لو تغير هذا الوضع، وهو لابد ان يتغير غصب عنهم لو انت بطلت تشتري، لازم تفهم بقى ده. العرض والطلب ده مش من تأليف محمود خيري، ولا مش من تأليف حد تاني، ولا أستاذ الاقتصاد مين، ولا العرض والطلب هي نظرية ثابتة. المتحكم الأول في الأسواق هو العرض والطلب. أيوة لو قل الطلب والمعروض دلوقتي كتر، الأفلام بتاعت إحنا ما عندناش عربيات انتهت،
انت بتتفرج على الاعلانات والله وانا مش بالف لك ومش جايب لك من بيتنا. سوزوكي بجميع الوانها وفئاتها، سكودا بجميع الوانها وفئاتها، سيارات بيجو بجميع الوانها وفئاتها، سيارات نيسان وشيري اريز وبي واي دي بجميع الوانها وفئاتها، تويوتا بيلتا تسليم فوري بجميع الوانها، فيات تيبو اقل من الرسمي، جيب رينيجيد لاول مره بالسعر الرسمي ومع تامين هديه ومع دواسات هديه ومع افلام حمايه ومع. انا اللي جايب لك ده من عندي. الان العرض اكثر من الطلب، بس العرض لايه؟ لموديل سنه فاتت. كارثه على اللي هينزل يلبسه بالاسعار دي. يا دي المصيبه على اللي هيلبس 2022 بالاسعار دي. كارثه. لو انتظرت شهر كمان وشهرين كمان، الناس دي هتودي العربيات دي فين؟ ماليش دعوه بقى. ينزلوها، ما افرض ان هم يا اخي بقى في دماغهم في تربانه في المخ، ما نزلوهاش. انا مالي ما يلبسها. افرض ان الاسعار اللي متضخمه دلوقتي دي ومخليه ما فيش مواطن في مصر عارف يشتري عربيه زادت تاني، وانا مالي ما يلبسها. هو انت اللي المفروض تلطم كمواطن ولا هو اللي كتاجر يلبس؟ خد بالك ان زي ما قلت لك قبل كده، في العالم كله حين ترتفع سعر السلع جبريا بسبب ظروف اقتصاديه حتى مش بسبب جشع، اول خاسر واول حزين في العالم هو التاجر. لان القوه الشرائيه على سلعته بتقل. كان بيبيع 100 عربيه في اليوم، هيبيع واحده بالعافيه. هو اللي بيلطم مش هو اللي بيسقف زي هنا البهاليل دول. اقسم بالله انا بيصعب عليا ساعات. احنا ليه يا جماعه حال بلدنا كده؟ ليه كميه الجهل دي منتشره؟ يخرب بيتك يا بهلول. سعر العربيه يزيد تلاقي بهلول طالع ايه ده؟ مش فاهم. وتلاقيه قبله بتشوف بلاها في الكومنتات اقسم بالله، وبتشوف بوستات كده وكاتب بوست عريض وبتاع، والواد ايه وتلاقيه لابس بليزر كده من التوحيد والنور وبتاع واقف وعامل كده كاتب لك ايه؟ ابو خلوه ينفعكوا، ابو خلوه ينفع. انا اللي هنفعهم يا بقى. انا مش هنفعهم ولا هضرهم. انا ما ببيعش عربيات. انت اللي هتلبس اللي واقفين عندك ورا دول، اللي واقفين عندك ورا دول بورقهم الابيض اللي مسحوق على العربيات على الصاج الشمس. انتوا بتجيبوا العربيات الزيرو يا جماعه تعملوا لها بولش من المصايب اللي فيها. تمام؟ تلاقيه واقف كده ولابس البليزر واقف شفت؟ مش قلنا هتزيد؟ ما انت مش هتبيع. يخرب بيتك. وتسقيف بقى. تسقيف اللي هو ايه؟ التسقيف انت عارف العيال يا عيني اللي بتقعد تسقف في الافراح دول، اللي هم العيال الصغيره اللي بيبقى طفل صغير فمش عارف يسقف، ايديه بتخبط كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انت فرحان بايه؟ تويكس. ما هو المستهلك برضه لما انت بتعمل ايه يا ابني؟ ما هي زادت مش هيشتري. زيدت زيدت زيدت. يخرب بيت اللي علمك. انا عايز اشوف استاذ اللي كان بيعلمك، اللي كان بيعلمك عربي واللي كان بيعلمك حساب واللي كان بيعلمك زيدت زيدت. ايه ده؟ بهاليل فعلا. الحمد لله والله العظيم. انا كل يوم اروح لوالدي الراجل المحترم ده واشكره على تعليمي والله وتعليم اخواتي. يعني الحمد لله. والله الحمد لله يعني. تمام. يلا يا جماعه، اتمنى تكون الرساله وصلت. تمام؟ وصلت. السلام عليكم.